بولحية دا تابتي يقلب الدنيا في الكلاسيكو تتزاير بالمولودية وجي اس كا، وشفنا مستوى يشرف الكرة الجزائرية. المولودية البارح خنقت جي اس كا بالضغط العكسي بعد ما تتقطع الكرة من لاعبين المولودية. لاحظ معايا كيف ما لاعبين المولودية يفرضوا ضغط عكسي على فريق بيبة القبائل اللي لقاو صعوبة في الخروج بالكرة. ركز لي هنا مع بن خماسة كيف ما سرق الكرة بدون خطأ. ثبت الضغط العكسي المولودية صنعت فرصة من العدم وقريب جابت البتاع. زيد شوف معايا اللقطة دي، لاعبين المولودية بعد ما يفقدوا الكرة يطبقوا ضغط كبير على شبيبة القبائل، وهذه الحاجة اللي تخلي عندهم الأفضلية باش يقطعوا الكرة في وسط الميدان ويحولوا الكرة لهجمة مرتدة. كما قد تشوف معايا صحيبي هنا مسوسة يقود هجمة مرتدة ويستعمل بن خماسة اللي دخل في الخط وجبد معاه مداني يفتح المجال مسوسة باش يسير بالبالون. بايزيد اللي جبد مع الجارديان ميلفار يتدخل وحسبها اورجو. اللقطة دي عمري ما كنت نستنى فيها في الدوري تاعنا. فرج لي يا صحيبي هنا مع مزياني اللي شاف خط الدفاعي تاع شبيبة القبائل المتقدم. مزياني يعمل طلب للكرة في المساحة اللي كاين في ظهر لاعبين ويجبد مع الجارديان تاع جي اس كا بيوت اسطوري. نفس اللقطة تتعاود مع المولودية، الحارس حديد يطيش البالون في وسط الميدان، حبيبنا اللي كونترولاها برقبته وقربت اللاعب تاع المولودية يطلع راسه يعمل سكان يشوف باللي الدفاع تاع المولودية متقدم. كان تم يدخل في المساحة يعمل لابيل دوبار وعينك على الباس اللي ضرب به الخط الدفاعي تاع المولودية، والحارس رمضان هنا غطى على الدفاع تاعو. غيرني تمركز الدفاعي تاع فريق المولودية، كانوا كلهم مركزين مع حامل الكرة ومخليين مساحات كبيرة في ظهرهم. اللي كان متمركز فيها حميدي كان وحده طلب الكرة وجبد مع الجارديان عطايا. فرج لي مع هذه اللقطة اللي جاب منها تابتي الهدف تاع المولودية، نطلب الكرة في البوكس دريش بدماء ثلاث مدافعين تاع جي اس كا وصنع مساحة كبيرة في ظهره اللي طيش فيها البالون. اكرم بدون اي رقابة لا سيق حط البالون في الشباك بكل سهولة. شبيبة القبائل يجن جنونها وتهاجم كل اللاعبين اللي كانوا متمركزين في 8 في المنطقة تاع المولودية ومخلين مساحات واسعة في وسط الميدان. وهذه الحاجة اللي استغلتها مولودية الجزائر، كانت عندها ميزة سرعة الانتقال بالكرة من وسط ميدان للهجوم. بيري كالعادة يستغل المساحات اللي كاينة في ظهر المدافعين يدخل فيها ويطلب الكرة. والحاجة اللي تعجبني فيه هي سرعة اتخاذ القرارات اللي بسبته المولودية جابت البيت تاعها بأجمل طريقة ممكنة. هذه بعض اللقطات اللي شفناها بالمولودية وجي اس كا اللي قدموا كلاسيكو يليق بالكرة الجزائرية. وانتم خليونا رايكم في لي كومونتار وما تنساوش صليوا على محمد.